طيب اخر بقى حاجه النهارده هو كابتن احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو والاول مره، مش لاول مره بصراحه، ساعات كتير يعني بشوف احمد حسام ميدو، ولكن الفتره دي انا مستغرب ان هو طالع يتكلم شويه، يعني في شويه من الحق في كلامه. هو كتير بيحصل منه، ولكن الفتره الاخيره دي بعد ما بقى موجود في اللجنه بتاعة الزمالك دي برئاسة طبعا الداهية أمير مرتضى منصور، يعني تصريحاته بقت عليها علامات استفهام كبير، وباين قوي يعني تحيزه لنادي الزمالك يعني. ولكن قال لك على تصريحات باتشيكو ان هي تصريحات غير مسؤولة، ويعني مش مبرر للخسارة. قال لك يا باتشيكو انت عملت اخطاء فادحة، وانت السبب في الخسارة. مالك انت ومال مرتضى ومال الزمالك عملوا؟ انت لو مش عايز تلعب الماتش كنت قلت ما نلعبش الماتش. يعني لاول مرة ميدو بصراحة بيتكلم صح، اتكلم بطريقه كويسه. ولكن يا كابتن ميدو يعني لو تستمر على كده والله تبقى كويس. لو تبعد عن مصالحك وتبعد ان انت تبص لمصالحك الشخصيه، وتعرف ان انت اعلامي وناس كتير قوي بتشوفك، فتتكلم وتقول كلمه حق علشان خاطر نفسك مش عشان خاطر اي حد، والله هتبقى كويس قوي. جمهور الاهلي هيحبك قبل جمهور الزمالك، وجمهور الزمالك برضو المحترم والواعي هيحبك جدا. ولكن يعيبك ان انت دايما بتدور على مصالحك الشخصيه وتجري وراها، بتشوف مصلحتك فين وتروح وراها. بس كده. سلام.